المفتول الفلسطيني مش مجرد أكلة، هذا تراث، هذا أصالة، أكلة بتعبر قديش الشعب الفلسطيني شعب مثابر، شعب مكافح، قديش بياخذ معاه يسوي أكلة بسيطة بيطعيها عشق وحب. عندي كوب برغل ناعم بسم الله، نص كوب ماء، 3 أكواب طحين قمح، نص كوب طحين أبيض بخلطهن، نص لتر ماء، ملعقة ملح بحركهن كويس. في غزة بيبدوا بس بسوى الأساس من الطحين، يعني ما بيستخدموا برغل. احنا عندنا عشان نسهل الأمور بنستخدم البرغل. بنزل في نص كمية البرغل، شايفين بنستخدم السن هذا أو الراس هذا. الشطارة أو الشيء المهم إن نرش طحين شوي شوي ونرش مية. حطيت المية بالبخاخ بالعمدن لأنها أسهل الناء. شايفين بدن يتشكلن معنا، لا تقلقوا من الحبات الكبار. الآن بوريكم إيش بنسوي فيهن. استخدمت التشاش هذا كثير ساعدني أسهل الكو. أول شي ودي شبكة ناعمة عشان الطحين ينزل. والآن منخل بالشكل هذا، حجم كبير بسم الله، بالشكل هذا بروس الأصابع. بدنا إياهن كلهن يفوتن في الشبكة. شايفين ياخذن حجم واحد. هذه طاسة المفتول بننزل فيهن. أول مرة بنعطيهن ساعة بسم الله. ملعقتين كبار سمن، طبعا إذا ما في سمن استخدموا زيت زيتون عادي. بحمر دجاج منظفة بسم الله، ورق غار، قرفة، فلفل أسود، بصل زراعة هذا أفخم شي، ملعقة صغيرة 7 بهارات أو البهار المشكل، نصف ملعقة كمون، فلفل أسود ملعقة صغيرة، حبتين بندورة، معجون طماطم تقريبا 3 ملاعق كبيرة. هني عندنا تقريبا نص لتر بندورة مخلوطة اللي هي جاهزة بتجي. بغطيهن في المية طبعا بسم الله. طيب بعد ساعة بنزل في المفتول بسم الله. فركة كذا من جديد، فركة خفيفة. بحط شوية زيت زيتون. الكراوية أهم شي وأنا نسيتها، تقريبا ملعقة صغيرة كراوية بسم الله. قرب يستوى الدجاج بنزل في القرع، وهذا الشي اختياري، بتقدروا تحطوا جزر، بطاطا. هذه بسموها الدفنة، راس بصل مقطع ناعم، ربع ملعقة كمون، ملعقة كبيرة عين جرادة، ملح، زيت زيتون تقريبا نقولوا ملعقتين ل3 كبار. أهم شي أسوي فيها بالشكل هذا. الآن بنرجع المفتول. هذا التهبيلة الأخيرة أنا بسميها بنسوي جورة في الوسط كذية. البصل بسم الله نغطيه بالشكل هذا. شايفين برجعها نص ساعة. آخر 5 دقايق بس بضيف الحمص الجاهز. والآن ودي أطلع الدجاج أحطه في الفرن، والحركة هذه اختيارية. بالشكل هذا أحطه عليه من الصوص بس في صحن التقديم جاهز معي. المرقة وهي حامية أقل شي بحط عليه 5 ملاعق كبيرة، يعني بالعربي بكمل السواية. الآن هذا تراث بينقل من جيل لجيل، وإن شاء الله أكون أنا ساعدت في نقل التراث الفلسطيني للأجيال القادمة طبعا.